ده مش زي فيديوهات التخطيط للسنة الجديدة اللي موجودة في كل حتة، وهقول لك نجيب أقلام ملونة ونقسم السنة 12 شهر ونحط أهداف وعادات وحاجات حلوة كده. لا خالص. الفيديوهات دي مع كامل احترامي مش عملية إطلاقا، بدليل إن أغلب اللي بيشوفوها مش بيحققوا كل أهدافهم بعدها. فاركن الأقلام الملونة والحاجات الحلوة دي على جنب، وتعال نتكلم في حاجة أهم 100 مرة، وهي ليه دايما بنفشل في تحقيق أهداف السنة الجديدة، أو ليه بنفشل في تحقيق أهدافنا عموما. ولا مش عشان بنحط اهداف كبيره، لا، حتى لو بنحط اهداف بسيطه برضو ما بنعرفش نحققها. وايه الغلطه اللي لو بتعملها مستحيل تحقق اهدافك حتى لو حاطط اذكى خطه واكتر اهداف واقعيه في الدنيا؟ هي مش غلطه واحده، هم 5 6 غلطات مثلا، لكن تقريبا كل الناس بتقع فيهم. والغلطات الغبيه دي للاسف انا غلطتهم كلهم، وبسببهم ضيعت وقت مش قليل. وللاسف برضو لسه احيانا بقع فيهم، ده لو هكلمك بصراحه يعني. عشان كده الفيديو ده بالذات انا عامله لنفسي في المقام الاول، عشان ارجع له وافكر نفسي بالغلطات دي. وعشان لو انا عايز احقق نجاح كويس في حياتي ما ينفعش اغلط غلطه واحده من الغلطات دي. فاوعدك ان ال10 دقايق دول او الدردشه دي ممكن بجد توفر لك سنه او سنين حتى من حياتك، وبجد هيخلوك تبص لاهدافك او التخطيط للمستقبل عموما بطريقه مختلفه تماما. اول غلطه هي فكره البدايه الثابته. فكرة ان يكون في يوم واحد ثابت في بداية السنة اللي هو 1 يناير، وان المفروض ان كل الناس تبدأ خططها واهدافها للسنة الجديدة في اليوم ده، هي فكرة ساذجة وغبية جدا، ده مع كامل احترامي اللي مقتنعين بيها. ليه؟ لان مش منطقي ان كل الناس ظروفها واحدة او ظروفها مناسبة اليوم ده. خلينا نتكلم بواقعية شوية. في نسبة كبيرة جدا من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده طلبة في المدرسة او في الجامعة وعندهم امتحانات طول شهر يناير. او لو انت مش طالب، ممكن تكون مثلا بالصدفة مريض في بداية السنة او عندك ظروف شخصية طارئة. ايا كان اللي بيحصل هنا، ان لما الناس دي تبدأ السنة بطريقة مش مثالية وما يحققوش ولا حاجة من اللي قالوا عليها في شهر يناير، لان اصلا التوقيت ده ما كانش مناسب بالنسبة لهم، بتحبط وتضيع باقي السنة. طب دي المشكلة، ايه الحل؟ الحل انك ما تحطش نفسك في قالب مش مناسب اصلا ليك. لو مشغول او عندك اي ظرف مثلا في اول شهرين من السنه، افترض ان السنه بتاعتك 10 شهور بس، وحط خطه واهداف تكفي ال10 شهور دول بس، وابداها من شهر 3 وهكذا. ودي تاخدني لتاني غلطه، وهي بخصوص البدايات برضو، وهي البدايه المثاليه. من اشهر الخدع اللي عقلنا بيخدعنا بيها عشان نسوف ونكسل وما نعملش اللي ورانا هي البدايه المثاليه. لو البدايه مثاليه هدوس وهكمل وهفرتك الدنيا. لو البدايه وحشه خلاص. وده مش بس في السنه، ده في اي شيء ليه بدايه ونهايه. الشهر، الاسبوع، اليوم، او حتى الساعه. زي مثلا انا هذاكر الساعه 5، طب بقت 5:15، خلاص استنى الساعه 6. انا هبدا العاده الفلانيه في اول السنه زي الصحيان بدري، طب ما بداتهاش، خلاص استنى السنه الجايه او الشهر الجاي، وهكذا. عقلك دايما عايز انك ما تعملش اللي وراك، عشان مهمته الاساسيه انه يوفر طاقه. انا عارف الكلام يبدو غريب، وان الفكره سوداويه شويه ان عقلك بيشتغل ضدك وكده، لكن دي الحقيقه. لازم تعرف الطريقه اللي عقلك بيشتغل بيها عشان تعرف الفخاخ اللي بيحطها لك، وتعرف ازاي ما تقعش فيها. طيب ازاي عقلنا بيخلينا نسوف ونأجل اللي ورانا؟ عن طريق خدع كتير، لكن دي اشهرها خدعة البدايات المثالية. طب انا كده قلت لك المشكلة وليه بتحصل، ايه بقى الحل وازاي ما اقعش في الحفرة دي؟ الحل هو ان نكسر علاقتنا السامة بالتوقيت والبدايات ونبطل تعلق بيهم. فكرة ان العادات بتاعتي يبقى ليها توقيت ثابت هي فكرة محترمة، لكن فيها جزء سيء جدا. مثلا انا هذاكر من الساعة 5 للساعة 7. طيب ماشي، لو الساعة عدت 5، ايه بقى هعمل؟ ايه؟ هسوف ومش هعمل اللي ورايا. لو انا استبدلت الطريقة دي من التفكير بان الشيء اللي المفروض اعمله لازم كده كده اعمله، ومش مرتبط قوي يعني بحتة التوقيت دي. في المثال ده اللي هو انا هذاكر الساعة 5 زي 5:30 زي اي وقت تاني، اللي بيحصل هنا، وانا بكلمك من تجربة اللي حصل معايا بشكل شخصي لما بدأت افكر بالطريقة دي، لقيت اني بقول كده: ما دام الحاجة اللي ورايا دي كده كده هعملها ومفيش مفر من ده، دلوقتي زي كمان ساعتين زي بالليل، خلاص طب ما اعملها بقى دلوقتي ما دام كده كده مفيش مفر وملهاش علاقة بنقطة التوقيت. خدت بالك؟ انا هنا قفلت على عقلي باب من اكبر ابواب التسويف، وهو فكرة التوقيت. وده كان تاني فخ بخصوص البدايات بيخلينا نضيع وقتنا وما نحققش اهدافنا للسنة او الشهر او لاي فترة. الغلطة بقى رقم 3 هي أهم وأعمق بكتير جدا، وما افتكرش إني شفت أي حد تقريبا بيتكلم عنها قبل كده بالشكل الكافي برغم أهميتها. وهي إنك لما بتيجي تحط أهدافك بتضيف حاجات بدل ما تشيل حاجات. الجملة غريبة أنا عارف، لكن ركز معايا لأن الجملة دي هي تقريبا أهم فكرة في الفيديو ده. أنت اللي بتشوف الفيديو دلوقتي، أنت غالبا زي بالظبط عندك عادات وحشة ومنيلة ب60 لو عايز تبطلها، لكن برضو عندك عادات تانية حلوة جدا، ده أكيد. مفيش حد مننا حياته بايظه تماما وما فيهاش ولا حاجه عدله، او مقفل اللعبه وما عندوش غلطه، مفيش.
والمفروض ان انت برضه عاوز تحسن من حياتك، عشان كده بتشوف فيديو زي ده او بتحط اهداف لنفسك او عادات عاوز تعملها زي انك تتعلم مهارة جديدة مثلا. والمطب بقى اللي كلنا بنقع فيه، وهو اننا بنركز على الحاجات الحلوة اللي عاوزين نعملها ومش على الحاجات السيئة اللي عايزين نبطلها. والقاعدة اللي المفروض تتبروز كده وتحطها دايما قدامك، هو ان اي تحسن او تطور في الدنيا بيجي من النقصان مش من الزيادة. دي قاعدة كونية بتنطبق على كل شيء في الدنيا، وممكن اديك 100 مثال دلوقتي. لو جبنا شركة وجالها مدير جديد عايز يزود ارباح الشركة ويكبرها، تفتكر بيعمل ايه؟ ممكن يجي في بالك نزود الموظفين عشان ننتج زيادة، أو الشركة بتنتج 5 منتجات نخليهم 7 أو 10، ليه لأ؟ أو الإعلانات جميلة، نزود الإعلانات عشان ناس أكتر تشوف المنتجات بتاعتنا ونبيع أكتر، وهكذا. كلام بديهي مش كده؟ لأ، العكس هو اللي بيحصل. الشركة دي لو فيها 10 موظفين، بيبقى منهم حوالي 4 مثلا بيعملوا مشاكل وبيهدروا موارد الشركة ويخسروها، والستة التانيين شغلانتهم انهم يحلوا المشاكل اللي ال4 الأولانيين بيعملوها وبعدها يبدأوا يعملوا شغلهم. المدير الشاطر اللي فاهم هو بيعمل ايه، أول حاجة بيدور عليها مش انه بيوظف ناس جديدة، لا، انه يدور على ال4 دول ويمشيهم قبل ما يوظف ناس جديدة، وممكن ما يوظفش أصلا. وكذلك المنتجات، الشركة دي بتنتج 5 منتجات، بيحاول يخليهم 3، بنفس المنطق انه بيشوف الحاجات اللي بتستهلك موارد الشركة ويشيلها، وبالتالي الشركة هتوفر فلوس اكتر وهتكسب اكتر وهتكبر اسرع. اما الشركة دي يبقى فيها موظفين اقل ومنتجات اقل واعلانات اقل وعدد اقل من كل شيء، لكن لسه بتدخل نفس الفلوس او اكتر، الشركة دي ادارتها هتبقى اسهل وهتكبر بشكل اسرع. وده مش بس في البيزنس، انك تبطل تدخين وتبطل سهر افيد للصحة وللجسم من انك تدخن وتسهر وتزود فيهم حاجة مفيدة زي انك تلعب رياضة. علاقتك مع ربنا مثلا، الافيد من انك تعمل عبادات اكتر هي انك تعمل معاصي اقل. عارف طبعا الاتنين مهمين وحلوين، وحلو جدا لو تعمل الاتنين، لكن نفكر بالمنطق كده دقيقة، وانا مش راجل دين، لكن لو حد بيشرب خمرة مثلا فانه يبطلها افيد من انه يقرأ قرآن اكتر. تاني، ده قانون كوني بينطبق على كل شيء في الدنيا خلقه ربنا، على الاقتصاد، على صحتك، على شغلك، على علاقاتك الشخصية، او على اي حاجة تانية نسيتها. طيب انا كده كلمتك في المشكلة، لكن ايه بقى الحل؟ الحل هو انك قبل ما تحط لنفسك اهداف في بداية السنة او بداية الشهر او بداية اي فترة عموما، انك قبل ما تحط العادات الجميلة الحلوة اللي انت عاوز تعملها، انك سوري في اللفظة كده تعري نفسك قدام نفسك الاول، وتشوف كل العادات السيئة اللي عندك او بتعملها، وكلنا عندنا كتير، وتحط لنفسك اهداف لعادات منهم انت عاوز تبطلها. لان صدقني العادات السيئة دي هي اللي هتمنعك من تحقيق العادات الحلوة اللي انت عاوز تعملها مهما كانت سهلة. ولازم هنا اديك مثال يخصك انت بقى المرة دي، يوضح لك الفكرة جدا لانها بجد مهمة. ناس كتير جدا بتقول انها عايزة تبدأ عادة مفيدة جدا وهتغير حياتك للأحسن زي قراءة الكتب، لكن بيقولوا ان ما عندهمش وقت. وانا مصدقهم جدا على فكرة، لاني كنت زيهم. لكن نفس الناس اللي ما عندهمش وقت دول بيقضوا ساعتين 3 او اكتر كل يوم على السوشيال ميديا، او في مشاهدة فيديوهات يوتيوب تحفيزية طويلة ملهاش اي قيمة. لذلك لو حد من الناس دول حط هدف انه يبدأ قراءة كتب او يقرأ 10 كتب في السنة مثلا او غيره، هيبقى هدف صعب جدا، لان في الحالة دي انت حاطط الهدف الغلط. الهدف الصح هو انك تبطل ادمان السوشيال ميديا. ساعتها عادة زي قراءة الكتب أو تعلم مهارة جديدة زي البرمجة أو خياطة أو غيره أو أيا كان من الحاجات المفيدة هيبقى أسهل علينا 100 مرة، لأن هيكون عندنا وفرة من الوقت والمجهود والطاقة. أما نشيل الحاجات اللي واخدة وقتنا ومجهودنا وطاقتنا أفيد مليون مرة من إننا نسيبهم زي ما هما ونحشر فوقيهم بالعافية حاجات مفيدة. كتير من الشباب عندهم عادات زي إدمان الإباحية، وده مش موضوعنا النهاردة، هعمل عنها فيديو مخصوص، أو إدمان السوشيال ميديا، أو إدمان الفيديو جيمز، أو حاجات تانية كتير جدا. أما يبقى عندي عادات واخدة تركيزي واخدة 3-4 ساعات من وقتي في اليوم، المفروض مبقاش مستغرب قوي يعني لما محققش أي هدف عندي. ما هو اليوم فيه كام ساعة أما أقضي 3-4 ساعات منهم على الموبايل وأبقى مستنى بعدها إني ممكن أعمل حاجة؟ ده اللي هو إزاي يعني؟ وبصراحة المفروض ما احطش اي هدف عندي كأولوية قبل ما اشيل الحاجات اللي واخدة الوقت والتركيز والطاقة وكل حاجة عندي. اما اشيل الحاجات دي ساعتها هيبقى في امل ان اعرف احقق اهدافي. انا اسف جدا لو كان كلامي رخم في النقطة دي، لكن اظن كده ابقى قلت لك سبب تاني ليه مش بنعرف نحقق اهدافنا حتى لو بسيطة، عشان سايبين الحاجات اللي بتمنعنا من تحقيقها واللي المفروض نبص لها قبل ما نبص للاهداف دي.
السبب الرابع او الغلطة الرابعة، وهي اننا مش واضحين مع نفسنا الوضوح الكافي اللي يخلينا نعرف ايه هو الشيء الوحيد. هو ايه الكلمة دي اصلا؟ The One Thing او الشيء الوحيد ده اسم كتاب من احلى الكتب اللي قرأتها، وانصحك جدا بقرايته. كتاب كامل بيتكلم عن المبدأ ده، لكن باختصار لو ما قرأتش الكتاب، فالشيء الوحيد ده هو عبارة عن سؤال: ايه هي الحاجة اللي لو عملتها وبس وما عملتش اي حاجة تانية فانت مبسوط ومرضي وحاسس بإنجاز، ولو عملت كل حاجة بس ما عملش الحاجة دي فولا كأنك عملت حاجة؟ الحاجة دي هي الشيء الوحيد، وهي أهم حاجة بالنسبة لك. بص، مفيش حد فينا عنده هدف واحد، فلو انت عندك مثلا 5 أهداف للسنة الجديدة أو للشهر الجديد أو لأي فترة، فلازم ولازم جدا كمان تبقى عارف ايه الشيء الوحيد في ال5 دول، وعارف كلهم مهمين، لكن ايه أهم حاجة فيهم بالنسبة لك. هل ده معناه انك مش هتعمل غيرها؟ لا، لكن لازم تبدأ بالحاجة دي وتبقى هي الأولوية بتاعتك. لان في الاغلب احنا بنسوف وبنكسل وبنعمل كل حاجه ونسيب الحاجه دي في الاخر وما بنعملهاش مع انها اهم حاجه. ما انا قلت لك احنا بنكسل. ده نوع تاني من انواع التسويف اسمه البرودكتيف بروكراستينيشن او التسويف المنتج، وهو ان عقلك بيحاول ما يخليكش تعمل اصعب حاجه او اهم حاجه. زي ما كنت لسه بقولك ان عقلك بيوفر طاقه لو تربط الكلام ببعضه، بس المره دي بحجه ايه؟ بحجه انك بتعمل حاجات تانية مهمة برضه ومش بتلعب ولا حاجة. فلازم الشيء الوحيد او الحاجة الاهم تبقى الاولوية رقم 1 عندك، عشان تقفل الباب ده تماما على عقلك. لانك اما بتبص في اخر السنة بجد بتبقى دي الحاجة اللي ليها قيمة واهمية كبيرة وبتفرق بجد في حياتك. الحاجات التانية دي بتبقى زي سلطات مش الوجبة الرئيسية. وكده بقى قلت لك سبب تاني ليه احنا بنفشل في تحقيق اهدافنا: عشان مش مرتبين الاولويات صح، وعشان كاتبين اهدافنا مع بعض وخلاص من غير ما نرتب اهميتهم، فبنفكر من غير ما نقصد بالغلط ان ليهم نفس القيمة او الاهمية، وده مش حقيقي. فده اول مبدأ لازم يكون عندك وانت بتحط خطتك او اهدافك، وهو مبدأ الشيء الوحيد. تاني مبدأ وهو سمعتك مع نفسك. ايه الكلمة الغريبة دي سمعتك مع نفسك؟ الكلمة دي مهمة جدا لدرجة ان عملت فيديو نص ساعة، اطول فيديو عملته، بشرح بس الكلمة دي واهميتها واثارها اللي للأسف اغلب الناس ما تعرفهوش. المبدأ ده انت محتاجه عشان تعرف ازاي تبني اي عادة او تبطل اي عادة عموما مهما كانت صعبة، وللأسف مش مذكور قوي بوضوح في اغلب كتب العادات، وما اعتقدش ان سمعت اي حد بيتكلم عنه قبل كده، لذلك انصحك جدا تشوف الفيديو ده. لكن باختصار ما تخليش الحماسة تاخدك وانت بتحط اهدافك او خطتك، لانك لو حطيت هدف كبير وما حققتوش او حققت نصه او حققت حتى جزء كبير منه، في للأسف تبعات نفسية سيئة جدا للموضوع ده. انا عارف ده عكس الفكر الشائع المنتشر اللي بيقول ان انت لو حطيت هدف كبير قوي وعملت 80 او 90% منه، عملت نسبة كبيرة منه، دي حاجة حلوة. لكن للأسف لا. الفكرة هنا والمشكلة هنا ان انت مخك كده بيتعود على فكرة انك عادي لو قلت الكلمة وما نفذتهاش، ودي مصيبة، لانها بتخلي قابليتك لانك ما تنفذش باقي الكلام اللي انت قلت عليه قبل كده اسهل عليك بكتير. سمعتك مع نفسك بتبقى سيئة. لازم عقلك الباطن يتعود على فكرة انك لما بتقول كلمة بتنفذ 100% منها مش 90% منها، لان دي الطريقة الوحيدة اللي بتخلينا في المستقبل اما نقول كلمة كبيرة نبقى ضامنين اننا فعلا هنحققها. لذلك عند غالبية الناس اما بتقول كلمة وما تنفذهاش او هدف وما تحققوش، للأسف الهدف ده او الكلمة دي بتبقى زي بلاطة الضمنة اللي بتقع وبتكر باقي بلاطات الضمنة اللي على الترابيزة. لذلك ما تديش لنفسك اي كلمة او اي وعد غير اللي انت متأكد انك تقدر تنفذه، عشان تتجنب اي احباطات في العموم او تبعات نفسية سيئة بتمنعنا اننا نحقق اهدافنا في العموم. انا كنت عامل الفيديو ده لسببين: اول سبب انه بجد عشان نفسي، عشان ارجع اتفرج عليه تاني مرة كل شهر مثلا وافكر نفسي بالغلطات دي عشان ما غلطهاش تاني، لاننا بننسى. وصدقني لو انت عامل اذكى واصيع خطة في الدنيا وحاطط اكتر اهداف واقعية في الدنيا وبتغلط ولو غلطة واحدة بس من 5 دول، فالخطة دي بالله واشرب ميتها. انا بكلمك بمنتهى الصراحة. انت عارف انا بحبش احفزك بقى والجو ده، انا دايما بتكلم معاك بالعقل والمنطق. تاني سبب وده الأهم، وهو عشان أساعد نفسي وأساعدك إننا نسأل الأسئلة الصح. لأن من أكتر الجمل اللي قريتها زمان وأثرت فيها جدا هي جملة بتقول He who asks the questions cannot avoid the answers. اللي بيسأل الأسئلة ما يقدرش يتجنب الإجابة. الإجابات سهلة وموجودة في كل حتة، في 100 فيديو بيقولك إزاي تحط أهدافك وإزاي تخطط للسنة الجديدة وغيره.
لكن الصعب هو انك تعرف تسأل نفسك السؤال الصح: ايه التوقيت المناسب بالنسبة لك؟ طب لو التوقيت ده فات تعمل ايه؟ ايه الخدع اللي عقلك بيعملها معاك عشان تأجل اللي وراك وتأجل اهدافك؟ هل انت عارف الخدع دي وعارف ازاي تتعامل معاها؟ طيب هل اهدافك الكتير دي عندك عادات سيئة بتمنعك انك تحققها؟ طيب اهدافك دي ايه اهم هدف فيهم وليه؟ ليه هو اهم هدف؟ واسئلة كتير. فكر في كل نقطة من الخمس نقط اللي قلناهم واسأل نفسك الأسئلة دي. الأسئلة دي صعبة وما بنحبش نسألها لأن فيها مواجهة للنفس، لكن من غير ما تسألها مش هتعرف تحقق أي هدف كبير للأسف. فاعصر على نفسك ليمونة واقعد مع نفسك واسأل، ومادام سألت فخلاص. He who asks the questions cannot avoid the answers. مادام سألت السؤال الصح كده كده الإجابة سهلة، السؤال هو اللي صعب. خليك فاكر ده كويس عشان تبقى اشطر مني وتوفر الوقت الكتير اللي انا ضيعته على معرفة الكلام ده. وشكرا لوقتك واشوفك الفيديو الجاي.